وديني فين. زي الفل. كده ودّاني على module 1 instructions. ف حابب أذاكر module 1 لو كنت لسه ما ذاكرتوش. لو أنت بتحب تقرأ، أنا حاطط الخلاصة برضه كده مقروءة هنا. لو بتحب الPDF أكتر، هتعمل download PDF وتذاكر من الPDF عادي خالص. فالناس اللي بتحب الPowerPoint هيلاقوا الدنيا مترتبة ومتنظمة هنا لو أنت عملت download PDF لmodule 1 وذاكرته من هنا. بسيط خالص. وهتلاقوا الحلقة اللي هي بتاعة task cycle برضه فيها معلومات لطيفة من مدرس إنجليزي شاطر، هتساعدكم في المذاكرة. طب أنت ذاكرت module 1 وعايز تذاكر module 2 نفس الطريقة. خلّصنا مذاكرة لحد module number 12. طيب باقي حاجة واحدة بس، الquiz. ويا ريت يعني الlive ده يتشيّر على نطاق واسع، نعرّف المدرسين بإن في حاجة زي كده موجودة، وتبقى أنت شاركت في الإيه، شاركتني في الحصول على الثواب، وربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم. طيب الquiz هنضغط هنا كده، هتلاقي فتح قدّامك الشاشة دي، اعمل attempt quiz. الأسئلة موجودة أهي. معلش أنا هاجاوب بشكل عشوائي دلوقتي، مش هاقرأ. خُد بالك لو أنت مش متأكد، أنا مش عامل الquiz ده عشان أختبرك، أنا عامل الquiz ده عشان أثبّت المعلومة. وكده، كده أنت عندك محاولتين، ما تقلقش. والنجاح من نُص لدرجة يعني. لو أنت جِبت نُصّهم صح، خلاص كده الدنيا حلوة معاك. تمام. خلّصنا كده الإجابات ال36 سؤال. اكتب أو اضغط على finish attempt. تمام. طيب بعد ما ضغطنا على finish attempt، هننزل تحت كده submit all and finish. خُد بالك أنت ليك محاولة تانية، ما تقلقش. submit all and finish. لو قلّينا عن نُص الدرجة، ارجع تاني، ابدأ الquiz من الأول. ماشي؟ submit all and finish، submit all and finish. تمام. شايف بعد ما خلّصنا finish review، أنت بصّيت عليهم كلّهم إيه الصح وإيه الغلط، الدنيا حلوة معاك. طيب VIP certificate ده معنى كده إن أنت نجحت وتقدر تاخد الcertificate بتاعتك. هتضغط على الbutton ده لإن هي مهمة. وبعد كده هتعمل view certificate. هتلاقي certificate الcertificate بتاعتك قدّامك بالإيه، آآ بالشكل اللي أنتم شُفتوه في الpost. تمام. لو عملت scan للQR code، طبعًا أنت تعمل لها download بقى حسب البراوزر بتاعك بيعمل download منين. وأنا كنت حقيقي مُصِر إن أول شهادات تطلع بعد ما تيفليزم بقت تيفليزم College London بالاسم الجديد، بالlogo الجديد، بكل حاجة، تبقى أول شهادات تطلع هي بتاعة الVIP members. باحبهم. بعد كده هتظهر بقى على كورسات الTEFL وCELTA preparation وهكذا. الQR code ده بمجرد ما أنت بتعمل له scan، اسمك بيطلع والرقم الشهادة بيطلع. فمتسجل على الplatform إن أنت فعلًا خلّصت ال12 modules. خدتوا بالكم الاسم بالضبط مكتوب إزاي؟ مكتوب زي ما أنا كتبته فين؟ كتبت الاسم الأول محمد، كتبت الاسم last name علي السيد خلف، لإن أنا عايزه يطلع زي ما هو مكتوب في الإيه، في الباسبور. تمام. أنا أتمنى تكونوا فرحانين وحاسين أنا قد إيه فرحان إن اللي هيعمل ال12 modules وهيدخل هيعمل الquiz هياخد الشهادة دي بشكل تلقائي من غير ما يقول له ابعت اسمك، لا اعمل مش عارف إيه، طب الشهادة اتبعتت لك والّا لأ. خلاص، أنت بقيت بنفسك VIP member، عندك الplatform بتاعتك بالaccount بتاعك. وبعد كده إن شاء الله لو في quizzes، خلاص هو نفس الaccount ده هنقدر نستخدمه لكل اللي قادم إن شاء الله.